كيف تسوي صورة جي اف اكس في روبلوكس؟ بكل بساطة روح على الافاتار وبعدها روح هون على الشخصية. لو بدك تعمل هذا الجي اف اكس بشخصية معينة نفترض هي الشخصية الان، وبعد ما تتحدد معك هي الشخصية خذ لقطة شاشة، او لو كان بدك تعمل هذا الجي اف اكس بحركة روح هون على رسوم متحركة وحدد الحركة، ولكن انا بدي الشخصية فقط فراح كبر الشاشة هيك وبعدها تاخذ لقطة شاشة. والآن نروح على متصفح الهاتف، اكتب بنترست، افتح أول موقع اللي هو موقع بنترست، راح يفتح معك بهي الصفحة. انزل للأسفل بهذا الشكل وانقر على استكشاف، بعدها انقر هون في البحث واكتب جي اف اكس وبعدها انقر على بحث. راح تظهر لك خلفيات متنوعة كتيرة جي اف اكس، تحدد الصورة اللي بدك اياها. لنفترض هي الصورة. الآن انقر نقرة طويلة على هي الصورة وانقر على تنزيل الصورة، راح تبدأ تتنزل عندك الصورة. الآن نروح على تطبيق، هذا التطبيق اللي هو انشوت، افتح التطبيق، بعدها انقر على خيار صورة، بعدها انقر على جديد، بعدها حدد الصورة اللي اخذت لها لقطة شاشة من روبلوك، بعدها هون بالشريط اللي بالاسفل اسحب بهذا الشكل وانقر على اقتصاص، بعدين اسحب وحدد فقط الشكل اللي فيه الافاتار وبعدها انقر على علامة صح. الان انقر هون على انقطاع، مثل ما انكم ملاحظين راح يزيل الخلفية الخاصة بالصورة. انقر على علامة صح. الان اسحب بهذا الشكل وانقر على خيار الخلفية. راح تلاحظ انه هون بالخلفيات عندك صور بامكانك انك تضيفها كخلفية، صور جميلة جدا، ولكن لو انت حملت صورة مثل ما انا عملت من بنترست راح تنقر هون على خيار، على هذا الخيار، والان بتروح وبتضيف الصورة اللي حملتها من بنترست. بامكانك انك تزيل الفلاتر عنها، طبعا هو مطبق الفلاتر، بامكانك انك تزيل الفلاتر لان هي فيها فلاتر جاهزة. بامكانك بعدها انك تكبر وتصغر وتضيف الافاتار بالشكل اللي بدك اياه، وبعدها تنقر على صح وبعدها تنقر على تصدير. بس هيك بيتم الحفظ عندك في الاستوديو. بس هذا كان كل شيء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.